السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة أنا كنت عملت فيديو كده وقلت الأسباب الحقيقية لفوز الأهلي على الزمالك أو لخسارة الزمالك، اللي هي أسباب فنية بقى وكولر والتخطيط والفنيات والكلام ده كله. بس أنا طلعت غلطان وكل المحللين على القناة طلعوا غلطانين. مفيش حاجة اسمها تحليل فني، مفيش حاجة اسمها مدرب كويس، مفيش حاجة اسمها لعيبة كويسة، لا في حاجة تانية. سيادة المستشار وقناة الزمالك طلعوا لنا بالسبب الحقيقي، والحمد لله رب العالمين هم كشفوا لنا على السبب الحقيقي. ايه بقى السبب الحقيقي؟ ايه السر؟ الحاج رجب بحة. مين الحاج رجب بحة؟ قال لك الحاج رجب بحة ده راجل خارق، والدليل اهو صورته. الحاج رجب بحة من بلد كابتن سيد عبد الحفيظ. الحاج رجب بحة هو اللي خلى الاهلي يفوز بكل البطولات دي ومعطل الزمالك. يعني الحاج رجب بحة خلى الاهلي يفوز ببطولة افريقيا اللي هي اصلا بلد الساحر، اللي هي كلها سحر. الحاج رجب بحة خلى الاهلي كسب الوداد في المغرب بالساحر. الحاج رجب بحة رجع بيرستو لمستواه الطبيعي. الحاج رجب بحة رجع حسين الشحات لمستواه. الحاج رجب بحة بيخلي الشناوي يصد كل الكور تقريبا. والحاج رجب بحة غير الاهلي تماما. طب ما احنا نستغنى بقى عن الجهاز الفني وعن مدرب الاحمال ومحلل الاداء ونشوف الحاج رجب بحة. الحاج رجب بحة يحلل لنا الاداء ويقول لنا الدنيا فيها ايه. انا قلت اسم الحاج رجب بحة كتير قوي، حاسب اعمل اعلان للحاج رجب بحة. وبعدين الحاج رجب بحة خلاص كل الانديه عرفته بقى، فكده كل الانديه هتروح له. او كنا قلنا مثلا المحله واسوان وحرس الحدود بدل ما يهبطوا، ما الحاج رجب بحة موجود. يعني نتعب نفسنا ليه طالما الحاج رجب بحة موجود؟ ايه الحاج رجب بحة؟ طب بس الحمد لله اللي احنا عرفنا السبب. يعني طالما عرفنا السبب خلاص احنا ايه هنرتاح. الحاج ايه رجب بحة. رجب بحة خلى الاهلي يحط على الزمالك بالاربعه. طب الحاج رجب بحة بس هو الراجل قال الدليل. يعني سياده المستشار قال الدليل. ايه الدليل؟ العارضه اليمين. العارضه اليمين في الشوط الاول جت كره في العارضه اللي هي ايه اليمين. ولما الاهلي غير جت برضه الشوطه في العارضه اليمين. يعني دليل يا جماعه، مفيش كلام خلاص. قولي ده دليل، دليل واضح. طب ايه تاني؟ قال لك الاهلي ساب استاد السلام اللي هو واخده 10 سنين او كذا او انتفاع، وراح استاد القاهره. راح استاد القاهره ليه؟ عشان يتحكم في المكان. على اساس استاد القاهره يعني مترين في متر يعني، واستاد السلام كبير. دي حاجه. طب هو الحاج رجب بحة لو راح استاد السلام هيتحرق؟ يعني هو لو راح السلام هيتحرق؟ فالحاج رجب بحة شغال على استاد القاهره بس. يعني زي النكته بتاعت العفريت يقول لك لا انا بعمل شاي بس. الحاج رجب بحة هيحصل له حاجه لو وصل لحد السلام، مشوار لحد السلام يعني، ويعمل ويتحكم برضه في المكان؟ قال لك لا. استاد القاهره ممكن حد يروح بالليل. قال لا واستاد السلام بالليل الحاج رجب بحة هيخاف؟ انا بصراحه مش عارف. فانا والله بقول يعني نوفر بقى الملايين اللي بتصرف على اللعيبه وعلى الكلام ده، ونشوف الحاج رجب بحة ايه ظروفه. ورؤساء الانديه يجمعوا اتوبيس كده حلو وينزلوا على الحاج ايه رجب بحة. انا شخصيا هشوف فين الحاج رجب بحة ده، اشوف تليفونه افرض احتاجته، نشوف الحاج رجب بحة. طالما الحكايه بسيطه كده. يا جماعه الناس دي اللي هي قاعده او بيقول او الاعلام اللي بيقول الكلام دوت او القناه ده، الراجل ده بيروح لاولاده ازاي؟ يعني اولاده بتشوفه على التلفزيون ازاي؟ بيصدقوه طيب ولا هو بيروح عادي ولا الدنيا ايه؟ بس طبعا الحمد لله يعني برضه نرجع ونحمد ربنا ان احنا عرفنا السبب بتاع فوز الاهلي بطولات الاهلي. طيب ما يا جماعه طب ما العمليه بسيطه. زيزو هو بيشوط يقرا اي سوره الفلق، تمام، يقرا ايه الكرسي، مفيش مشكله قبل ما يشوط. اظن الحاج رجب بحة مش هيعمل حاجه في الموضوع ده. وكل حاجه ليها حل، وشوط الكره هتدخل ان شاء الله طالما الحكايه كده. نحفظ لعيبه الزمالك الايات دي او نحصنهم وهم نازلين، عشان برضه لو الحاج رجب حب يعمل حاجه كده ولا كده يبقى اللعيبه ايه محصنه. فاللعبه سهله اهي، العمليه سهله.
الحاج رجب بحة مقدور عليه عادي. بس انا برضو الحمد لله رب العالمين، يعني ده كويس ان احنا عرفنا السبب. احنا لو ما عرفناش كنا هنفضل مخدوعين في الاهلي. طب انا بقول حاجه، طب انا راجل دلوقتي كراجل اهلاوي، طب خلاص اسيب الاهلي، بلاش اشجع الاهلي واشجع الحاج رجب بحة. ما الحاج رجب بحة هو بيفوز وهو اللي بيكسب، هشجع الحاج رجب. وبدل ما نغني تالتة شمال وفريق كبير فريق عظيم، نغني للحاج رجب بحة اغنيه حلوه كده ولحنها للحاج ايه، رجب بحة. بس مش عارف هنغني له ايه ده، يعني هنغني حاجه بحق ايه. بس بصراحه هو يستاهل الراجل، كل البطولات دي الاهلي خدها ورجع لنا اللعيبه دي لمستواها، بيرستاو وهاني وجاب لنا مروان عاطف بس يعني، وافريقيا وكم واتنين سوبر ودوري وكاس قصه. فراجل يستاهل نعمل له اغنيه ونلحنها له كمان. ايه يعني عم رجب بحة يستاهل. مش عارف، انا عمال افكر في موضوع الحاج رجب بحة ده بجديه. آه. طب ايه، نروح كلنا للحاج رجب بحة ولا نعمل ايه؟ عامة الحمد لله، الحمد لله احنا عرفنا السبب الرئيسي لفوز الاهلي، ده المهم. والحمد لله اللي احنا، الحمد لله اللي احنا اهلاويين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.